يا توانسة نحب نوجه من هذا المنبر تحية لكل نساء تونس ونقول لهم كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد المرأة 13 أوت 2025. ونقول للهياكل النسائية لحزب الدستور الحر من القاعدة إلى الهرم كل عام وأنتم بألف خير. مقلكم لليوم اليوم سيد عبير. اليوم كما تعرفوا بتاريخ 3 أوت 2025 أطلق سمو السيدة عبير موسي المحتجزة في المنطقة البلاريجية بدون سداد قانوني بصرخة عالية في رسالة مفتوحة إلى الرأي العام منقولة حرفيا عن هيئة الدفاع. كفى عنفا ضد النساء، كفى انتقاما من صاحبات الرأي وناشطات المجتمع المدني. دمت كافة نساء تونس ورجالها إلى رفع أصواتهم عاليا تنديدا لما تتعرض له المرأة التونسية من أسدافات المتميزة في المجتمع. وها أنتم تستجيبون لهذه الصرخة وتحضرون هذه التظاهرة لتبليغ صوتكم إلى من يهمه الأمر وطنيا ودوليا. صرخة الغضب هذه لم تطلقها الأستاذة عبير موسي عبثا، بل من منطلق حملة العنف الممنهجة التي تستهدفها شخصيا وتستهدف المرأة التونسية عموما، رغم أن المشرع أفردها بمجلة حفظت لها كرامتها داخل العائلة وفي المجتمع، وسن قوانين متعددة لضمان حضورها المشرف في الحياة العامة والاقتصادية والسياسية. اليوم نحتفل تزامنا مع الاحتفال بعيد المرأة بالذكرى 69 لصدور مجلة الأحوال الشخصية بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 13 أوت 1956. هي أول نص صدر بعد الاستقلال وقبل دستور 1959. تهدف هذه المجلة إلى إقامة شراكة بين الرجل والمرأة في شؤون الأسرة، وأدت أحكامها الثورية إلى إعطاء المرأة مكانة متميزة داخل العائلة، مما انعكس إيجابا على مكانتها داخل المجتمع. هذه المجلة التي تحتفل اليوم بالذكرى 69 لصدورها أصبحت اليوم مهددة بمبادرات تنقيح غير مدروسة وغير تشاركية. نذكر بالخصوص مشروع تنقيح الفصل 30 منها، هذا المشروع الذي يسمح بإجراء الطلاق بالتراضي أمام عدول الإشهاد بدلا من المحكمة. الطلاق خارج المحاكم. نعرف أن نحن الطلاق لا يكون إلا لدى المحكمة. هذا فيه تهديد للأسرة التونسية وضرب لحقوق المرأة والطفل. فما مشروع مبادرة آخر، مبادرة تشريعية لتنقيح مجلة الأحوال الشخصية اللي هو تنقيح الفصل 53 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية. هذا المشروع الذي يهدف إلى إلغاء العقوبة السالبة للحرية بالنسبة لجرائم عدم دفع مال النفقة دون تقديم أي دراسات موضوعية ولا صياغة بدائل كفيلة بضمان حقوق النساء والأطفال، وبطريقة مسقطة وأحادية الجانب، دون تشريك للمنظمات النسائية والأحزاب
السياسية المؤمنة بحقوق المرأة ولا فتح حوارات وطنية من شأنها التوصل إلى حلول ناجعة تضمن كل الحقوق وترسي التوازن الموجود. هذه المبادرات الاعتباطية التي صيغت في الغرف المظلمة أصبحت مرفوقة بحملات ممنهجة للترويج للتراجع عن مكتسبات المرأة التونسية، أهمها تعدد الزوجات. اليوم على شبكات التواصل الاجتماعي ولات المرأة تضرب المرأة تخرج وتقول تطلب من رئيس الجمهورية أنه ينقح مجلة الأحوال الشخصية ويسمح بتعدد الزوجات. اليوم حتى العناصر الرجالية يخرجوا على الفيسبوك شبكات التواصل الاجتماعي ويطالبوا وعملوا قدموا مطلب لرئاسة الجمهورية تم إيداعه بمكتب الضبط لدى رئاسة الجمهورية لتنقيح مجلة الأحوال الشخصية والسماح بتعدد الزوجات. نحن نقول من هذا المنبر مجلة الأحوال الشخصية خط أحمر، هي مكسب من مكاسب دولة الاستقلال، لا يمكن التراجع عن هذه المكاسب وسنستبسل في الدفاع عن هذه المكاسب. أنا مش أطرح عليكم سؤال يا نساء تونس، هل أنتن واعيات بحجم الخطر الذي يهدد حقوقكن؟ الحزب الدستوري الحر برئاسة الأستاذة العبير موسي، هذيك زميلتنا في الكفاح، أختنا، نقولها من هذا المنبر يا أستاذة كل عيد وأنت بألف خير، إن شاء الله 13 أوت 2026 تكون بيناتنا ونحتفلوا كما العادة بعيد المرأة بقصر المؤتمرات ويكون عرس حقيقي.